لما بتسمع عن استثمار في وحدات اداري، اول حاجه بتيجي في بالك انك تجيب مكتب وتأجره لحد. لو انت فضلت مصمم على الاعتقاد ده، انت عمرك ما هتستثمر في وحدات اداري. في طرق تشغيل تقدر تشغل بيها الوحده الاداري تحصل منها على اعلى عائد ويبقى اميز استثمار استثمرت فيه. اول حاجه ممكن تعملها ورك سبيس. تجيب المساحه الاداري بتاعتك وتقسمها لبارتيشنز صغيره وبتأجرها سواء بساعه او بالشهر او بالسنه بناء على الاتفاق اللي هتتفقوا مع الكلاينت. تاني نوع انك تجيب مساحه اكبر شويه وتأجرها لشركه اسم كبير تقدر تأجرها منك لحد 5 سنين واكتر وتبقى ضامن العائد اللي جاي منها بشكل مستمر. تالت نوع بقى، وده اقتراح مني ليك، ولو نفذته ساعتها هيجيب لك عائد فعلا مضروب في 2 من الوحدات الاداري، انك تستغلها كمكان تعليمي. يعني ايه مكان تعليمي؟ يعني لو حد بيدي كورس انجلش، بيدي كورسات في البيزنس، ايا كان، احنا بنشوفهم الفتره اللي فاتت دي اونلاين كتير، عايز يبقى في مكان اوفلاين عشان يتواصل مع الطلاب بتوعه، وتقدر تحولها لمكان تعليمي بسيط، سواء ايجار بساعه او ايجار باليوم او ايجار بالشهر على حسب الاكاديمي. والمكان التعليمي ده انصحك يكون جنب جامعات زي الجامعات اللي في العاصمه الاداريه. دلوقتي في 13 جامعه انترناشونال فاتحين مع بعض في اديوكيشن هاب، تقدر تاخد مكان اداري جنبه، ده هيجيب لك عدد كبير من الطلاب محتاجين مكان زي ده. لو احتجت اي استفسار ابعت لي وهرد عليك. انا نوران حسين، بقدم استشارات عن العقار.